كنت عايز النهاردة أشرح لكم الدورة الشهرية عند السيدات وإزاي أعراضها بتبدأ توجع لها ظهرها أو تحسسها بدوخة وتعب وكلام من ده. يعني ليه ده بيحصل؟ ماشي. طيب، أنت محتاج تفهم الدورة الشهرية، أنت محتاجة تفهمي ليه الدورة الشهرية بتبدأ إزاي. يعني بيحصل حاجة اسمها من الغدة النخامية فوق في الدماغ حاجة اسمها جونادوتروبيك ريليزنج هرمون GnRH. المهم الهرمون ده بيطلع ليه حاجة اسمها البيتيوتري جلاند، بتطلع هرمونين تانيين، واحد اسمه فوليكول ستيميوليتنج وحاجة اسمها ليوتينايزنج، الاف اس اتش والاتش. الاف اس اتش ده بيبدأ يحفز تكوين البويضات عندك، عشان البويضات دي ان شاء الله لو ناوية ان انت تخلفي بتتخصب، ماشي، عشان تتحول الى بيبي. فبيطلع الاف اس اتش ده اللي هو الفوليكول ستيميوليتنج هرمون ده يروح عند الايه الاوفم اللي هي البويضة ويبدأ يحول. المهم راح الاف اس اتش ده حفز تكوين البويضات، فبعدين كده بدأت البويضة بقت جاهزة للتخصيب. المهم يعني حصل ان الذكر لقح هذه البويضة، تمام، الف مبروك، هو يبدأ عملية الحمل. طب ماشي، الذكر لم يلقح هذه البويضة، يبقى البويضة دي احنا عملنا عمليات تجهيزية قوية جدا، لان اما راح الاف اس اتش ده راح للفوليكل وراح للبويضة وبدأ يجهزها ان هي تتخصب. راح هو ما جهزهاش بس، راح معلي هرمون اسمه الاستروجين، والهرمون ده بدأ يجهز الرحم كله، بقى يتخن الحيطة بتاعته ويجهز الأوردة والشرايين. يلا يا جماعة حفلة استعدادا ان في بيبي جاي. البيبي ما جاش، ماشي، وخلصت. واضح ان ايه، يعني والله احنا عملنا كل ده على الفاضي. احنا بقى عايزين نتحول من فوليكل الى الى ايه، كوربس لوتيوم. فانا بقى محتاج ان انا احول كل ده الى كل البويضه دي الاوفر دي، عايز احولها الى كوربس، يعني جزء ميت ملوش معنى، هنزله خلاص وهتخلص منه. بيحصل حاجه اسمها يعلى هرمون اسمه اليوتينايزنج هرمون، وهو الذي يحول البويضه اللي ما اتخصبتش الى جسم ميت ملوش معنى. ومع كل التجهيزات بقى وكل الحيطه القويه اللي اتبنت حوالين الرحم جوه الرحم دي عشان كانت جاهزه ان هي تشيل بيبي، كل ده انا عايز اتخلص منه. فكان كميه دم وكميه شرايين، وعشان كده بتلاقي قطع كده، الست بتشوف قطع في الدوره الشهريه نازله مع الدم يعني. فانا كل الكلام ده بقى انا عايز اتخلص منه بقى خلاص، لان خلاص مفيش بيبي. فبيحصل انقباضات في الرحم قويه جدا مع علو هرمون اسمه البروجسترون، ماشي، وهي ال 15 يوم التانيين او ال 14 يوم التانيين من الدورة الشهرية بعد عدم حصول التخصيب. خلاص تخلصنا، فانت عايز بالبروجسترون ده انقباضات جامدة عشان تنزل الكلام ده كله. الانقباضات دي وخسارة الدم دي كلها بتخلي الست تعبانة، انقباضات بتحصل في البطن جامدة جدا من قدام، يحصل عندها الآلام عندها في البطن من تحت. انقباضات انا عايز اتخلص من كله، يعني لو بقيت حاجة ميتة جوه ده مش صح على البيبي اللي جاي ولا صح على صحة الرحم نفسها. فبيحصل انقباضات قوية جدا جوه الرحم، بحيث ان انا عايز اتخلص من كل هذه الشوائب اللي ليس لها اي لازمة يعني. المهم حصلت الانقباضات دي يا حبيبتي ما بتبقاش ببلاش. جوه الرحم وحواليه اربطه ماسكه في ظهرك وماسكه في بطنك من قدام، ماسكه في الحوض وماسكه في اسفل الظهر، الحتتين دول. فبيحصل الانقباضات دي بتبقى قويه جدا، بتفضل تسحب فقراتك القطنيه دي لقدام وبتسحب في الحوض من قدام، فبيبقى عندك الام قدام هنا وعندك الام ورا هنا عشان تتخلصي كويس. تلاقي الست الفتره دي بقى متعصبه، عندها بيريد، يقول لك معروف عندها بيريد، عندها متعصبه بقى، بطنها وجعاها، ظهرها وجعها، اساسا خسرت دم فخسرت هيموجلوبين، فبتطلع على السلم تنهج مجهده. فانت ابعد عنها تماما يا ذكر، ابعد عنها تماما في مرحله اللي هي المينستريويشن او الدوره الشهريه. ليه؟ لان هي بتبقى الدم اللي نازل كتير بيجهدها جدا، بيتعبها جدا، وبيشد على ظهرها وبيشد على بطنها، فبيأمودها وحش، ممكن تاخد قرارات غلط، والهرمونال ديستربنسز دي بتبهدلها جدا. وبتفضل كده الست في حوالي من 30 ل 45 سنة تفضل تجيلها الدورة الشهرية 12 مرة في السنة، كل 29 يوم تقريبا. في ستات أكتر في ستات أقل، الرضاعة بتبطل، لو هي حامل بتبطل، ولكن